السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد من أيامنا الحلوة، وجبتنا الخفيفة اللذيذة. النهاردة يا جماعة أنا جاية لكم بوصفة العشق كله. أنا بعشقها حرفيا. الوصفة دي يعني الإدمان بالنسبة لي. بس قبل ما نخش على الكينج بتاعنا النهاردة، يلا نعمل فراخ مشوية الأول. هاتيلي بصل يا ست الكل، قطعها كيوبس وننزل بالبهار. البهار بتاعنا عبارة عن إيه النهاردة؟ عبارة عن ملح، فلفل أسود، كزبرة ناشفة، توم باودر، بصل باودر، بابريكا مدخنة، زعتر مجفف. كل الكلام ده معلقة واحدة، ومعلقتين كبار زيت زيتون. واعملي كل الكلام ده ميكس مع بعضه لحد ما البصلة تدبل. وبعد كده تجيبي الفراخ وتعملي لها مساج بالتتبيلة دي، تحطي عليها من الطب من فوق زي ما انتوا شايفين كده زيت زيتون، وتظبطي الملح من فوق، وتحطي فلفل اسود من على الطب كده من فوق. لو حابه تحطي زعتر حطي، بس انا استكفيت بكده. وتدخليها الفرن على درجه حراره 200 في الرف اللي في النص لمده 45 دقيقه. وبس كده الفراخ معانا كانت خلصت. يلا بينا نخش على الكينج بتاعنا. ايه هو الكينج بقى؟ الممبار. ايوه الممبار بعشقه حرفيا. زي ما انتوا شايفين مقاديرنا. يلا بقى هاتيلي طاسه وتعالي بينا على البوتاجاز. هتحطوا زي ما انتم متعودين مني زيت وسمنة. واللي هيوديلك الممبار حرفيا في حتة تانية خالص وطعم تاني خالص هو ده الطرب بتاع الكفتة يا جماعة. هاتوا منديل الطرب، قطعوه وحطوه كده، شوحوه مع الزيت والسمنة. الله عليه، الله على طعم الممبار بعديها، تحفة تحفة تحفة. وتجيبوا بصلة بقى كبيرة تشوحوها في البهاريز الجميلة دي، وتنزلوا بقى بالبهار. البهار عبارة عن ملح، فلفل اسود، 7 بهارات. ايوه 7 بهارات، هتخلي لك النكهه تحفه بتاعت الممبار. وتشوحي فيها لحد ما البصله تبقى لونها شفاف شويه كده. انا مش عايزاها تاخد لون، مجرد ما البصله تدبل وتاخد لون شفاف. تنزلي بصلصه المكرونه، مش صلصه الطماطم. اوكي، صلصه مكرونه. انا ما بعملش الممبار ولا المحاشي بصلصه طماطم خالص لحد ما تاخد معاكي اللون القمر ده. وبس تحطي الرز على الصلصة على الخضار زي ما انتوا شايفين، ميكس كله مع بعض. الخضرة عبارة عن شبت وكزبرة، ما بحطش بقدونس. شايفين شكل الخلطة يا جماعة؟ جبارة جبارة. بس الممبار كده كان خلص معانا. ودي كانت وصفتنا النهاردة. لما تيجوا تسووا الممبار سووه على نار متوسطة. اوكي، وبألف هنا وألف شفا، واشوفكم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ريت تقولوا لي مين بيحب الممبار زيي ومين مش بيحبه.